واحنا هنا بنتكلم في نقطة ان هنا الحتة دي ما تخليش جمهور الزمالك يثق في فريقه اللي هو يقدر ياخد بطولات بعد كده بسهولة. لا، انت عندك ادارة بايظة، عندك ادارة فاشلة، وعندك ناس بتوع لقطة زي ميدو النهارده اما شيكابالا جاب الجون راح يحتفل معاه. ممكن ميدو ده نايم في العسل، هو بتاع لقطة شيكات مفتوحة وكلام فاضي، وحسين لبيب وممدوح عباس كل دول دمروا النادي وما بيقضوش مصلحة، خصوصا بعد أزمة زيزو. فالنهارده أنت هتلاقي منين ولا منين؟ فالنهارده كأس مصر بطولة يا عم، ألف ألف مبروك عليها، بس أنت برضك ما تقلبوش اللي هو كأس عالم. دي نقطة. تاني نقطة، ما تتكلمش بقى في حته اللي انت نظريات ومؤامرات ولازم يبقى في اختراعات في الموضوع. لا، بطوله خدتوها عشان ربنا راضي اللي انتوا تاخدوها عشان صباح عليكم عيد. غير كده انتوا مختفيين تماما عن المشهد، وبعيد تماما بالمنظر ده اللي انتوا تاخدوا اي بطوله. فهو ربنا راد اللي انتوا خدتوها، الف الف مبروك. وانا عندي اللي انت تاخدها احسن من بيراميدز ما ياخدها. زي مثلا انا وابن عمي على الغريب. ليه؟ لان انا بيراميدز ده قلتها هنخش على القسم بتاع بيراميدز. بمناسبه الناس بتقول لك بيراميدز فريق قوي هياخد الثلاثيه، لا، وحد الله بقى هنا في قلبك، عشان انا بقولها لك الثلاثيه صعب على اي حد ياخدها، والدكتور فيها معروف النادي الاهلي. الزمالك ممكن يكون حققها زمان، بس اخر واحد كان بيحقق الثلاثيه والرباعيه وقد تكون الخماسيه هو النادي الاهلي. انا بقول لك الثلاثيه دي صعب على اي حد تحقيقها، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير جدا عشان الناس كانت نافخه بيراميدز قوي. قلت لك بيراميدز ده والله خد البطوله من صن داونز بالتساهيل، وانا بقول لك احنا خرجنا من صن داونز بسبب غباء مدرب، لان صن داونز تعبان جدا وبيراميدز مش اللي هو، بدليل اللي هو ما عرفش يواكب الاهلي في الدوري، ووقع ماتشين بنك اهلي وماتش فاركو، والزمالك النهارده وهو ميت اكلينيكيا بياخد منه الكاس. عشان بس ما حدش يكلمني عن موضوع الثلاثيه اللي هي حاجه سهله. وهرجع واقول لك اخيرا الثلاثيه دي صعب تحقيقها من اي نادي وخلاص. وانا بقول لك كفايه على بيراميدز بطوله كل سنه، ومش كل سنه من ال8 سنين، لا ده من السنه اللي فاتت وقت ما خد الكاس ولما الاهلي كان غايب عنه. ونفس الكلام النهارده، الزمالك اتوفر له الكاس بسهوله عشان الاهلي كان غايب عنه بسبب اللي هو ما شاركش في الكاس اللي فات. الاهلي مؤثر في اي بطوله، وانا بقولها لك حضر نفسك للسوبر. وانا بقول لك بتيم الاهلي ده ان شاء الله مش هنسيب بطوله. فمبروك للزمالك البطوله، عشان انا بقول لك ولا انت ولا بيراميدز احتمال تشوفوا اي حاجه تاني من الاهلي. والف الف مبروك لاخواتي الزملكاويه، عشان هي في الاول وفي الاخر انتماءات ودي كوره وتعصب، بس احنا في الاخر اخوات. ومبروك لجمهور الزمالك. سلام.